مرحبا مرحبا يا حلوين، يا رب تكونوا بألف خير. اليوم هيك حبيت أعمل نوع شوكولاتة يكون سهل سريع ويكون طعمه كتير زاكي، وأقدر إنه أقدمه في المناسبات أو لما حدا يجي عندي أقدر إني أقدمه مع القهوة، خاصة إنه إحنا بنحب نشرب هيك القهوة سادة، فبكون بدنا جنبها أي نوع شوكولاتة. أول شغلة استخدمت هذا النوع من البسكوت، رح أبدأ إنه أطحنه وأخليه ناعم زي ما أنتوا شايفين بالضبط بالفيديو. رح أطحن البسكوت كله اللي عندي لحد ما يصير ناعم. هون حسيت إنه عدد البسكوت كان قليل وما عندي من هداك النوع، فاضطريت إنه أحط معه نوع بسكوت تاني سادة، وبالمرة يعني قلت إنه لو نوع البسكوت هداك كان طعمه فيه نسبة السكر كتير، فهذا ما فيه سكر كتير. رح أجيب أي نوع شوكولاتة عندك بالبيت، نوتيلا أو أي نوع شوكولات عادي، بتحطي عليها شوية زبدة وبتسيحيها بالميكروويف لمدة 20 ثانية، وبتبدأ إنك تحطي الشوكولاتة فوق البسكوت اللي انت طحنتيه، وتبدأ إنك تخلطيه لحد ما تحسي إنه صار طري معك. رح أجيب صحن فيه عين جمل، لوز، وصحن فيه بندق، وصحن فيه شوية زيت. بتحطي الزيت على ايدك الاول، وبعدين بتاخدي شوي من البسكوت المطحون مع الشوكولاتة وبتبدأي انك تفرديه، وبتحطي فيه او بتحشيه بالبندق او اللوز وتعمليه على شكل دائرة. رح نعمل كل الكمية اللي عنا، واحدة رح تعمليها بالبندق وواحدة رح تعمليها باللوز. كتير سهل كتير سريع، ما بياخد وقت بالمرة. أنا حطيت ورق الزبدة بالصحن عشان بس لما ما يلزق بالصحن يعني ويضل شكله حلو. رح أدخله التلاجة لمدة 30 دقيقة لحد ما يتماسك. هيك شكله بعد ما طلعته من التلاجة. هلأ رح أجيب صحنين، صحن فيه علبة دانت بطعم الفانيليا، وصحن فيه شوكولاتة ومعاه زبدة، وبرضه رح أسيحه بالمايكرويف. رح أجيب هلأ فستق وأطحنه أو السوداني وأطحنه بالكبة، ورح أحطه فوق الشوكولاتة. هيك رح أحط قطع من الشوكولاتة، واحدة رح أحطها بقلب الشوكولاتة مع اللوز اللي أنا طحنته أو السوداني اللي أنا طحنته، وواحدة رح أحطها بقلب الدانت اللي بالفانيليا، وأحطها في قلب جوز الهند. ممكن تحطيها عادي وممكن ما تحطيها، تحطي عليها على طول جوز هند. هاي اللي بالشوكولاتة، ورح أدخلها التلاجة لمدة 30 دقيقة. هيك شكلها بعد ما طلعتها. بتقدري انك تقدميها جنب القهوة لضيوفك. كتير 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 طعمها الصراحة زاكي، وكتير طعمها بيشهي زي ما انتو شايفين. كتير حلوة وسهلة وما أخذت مني وقت، وبالعكس أرخص كتير من إنك تعمليها أو تشتريها من برا. بتمنى إنه وصفة اليوم تكون عجبتكم. لايك وشير إذا عجبكم الفيديو،